بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أي محاولة للخلاص من نظام السيسي، طبعا احنا عارفين نظام السيسي لو وقع هيقع معاه كذا نظام، أو هتقع معاه ديكتاتوريات أو ظلمة كتير جدا. السيسي لو وقع مصر هترتاح، وغزة هترتاح، والسودان هيرتاح، وليبيا هترتاح، المغرب وموريتانيا هيرتاحوا، حتى اخواننا في الخليج هيرتاحوا. كل الناس هترتاح. الناس في سوريا هتشم نفسها. الناس هنعرف نعمل اتحاد ما بيننا وبين تركيا. هنعرف نعمل حاجات كتير. الراجل ده لو مشي، ويعني آسف لو أنا بسميه راجل، الدنيا كلها هترتاح. ده وصلت إن هو بيسلم المعارضين اللي من تركستان للصين، وهو وابن سلمان طبعا بيعملوا كده. بس احنا عايزين نقف وقفة ونقيم اللي حصل في 12/7. طبعا أنا كنت هنزل الفيديو دوت من كتير، بس القناة بتاعتي اتقفلت. هنحاول نتكلم في القديم بسرعة، ونتكلم في الجديد علشان نعمل أبديت أو نواكب اللي بيحصل. اللي فات مش مهم، المهم اللي جاي. وإن شاء الله إحنا مش هنمشي، والنظام هو اللي هيمشي. بس اللي بيحصل دلوقتي مصلحة للسيسي أو للنظام بتاع السيسي، إن إحنا كلنا بنتخانق أو بنخون بعض. في فريق بيخون وفي فريق بيخون برضه. معلش يعني يا ريت أي حد هذكر اسمه في الفيديو دوت يعني ياخدها بسعة صدر شوية. احنا بنتكلم للمصلحة العامة. مفيش حد فينا قادر ان هو يشيل ثورة لوحده، ومفيش حد فينا يقدر يتحمل مسؤولية لوحده. حتى الإخوان نفسهم بعد ما مسكوا بعد الثورة اكتشفوا ان هم كان المفروض يستنوا شوية، أو يبتدوا يتغلغلوا أكتر في المجتمع ويثبتوا موقفهم في المجتمع أكتر. مفيش حد قد ثورة لوحده، وكلنا شركاء في حاجة واحدة، هو خلع السيسي، أو إن إحنا نقضي على النظام دوت من جذوره والدولة العميقة اللي في مصر. بلاش ندخل في معارك جانبية. إحنا ممكن نلقي الضوء على أخطاء بعض، ممكن نلوم بعض في حاجات معينة، بس كلها حاجات إيجابية أو عشان ننهض أو أطور من نفسي. يعني لو واحد انتقدني في حاجة معينة أنا بقولها، بحاول إن أنا أخدها وأشوف الكلام ده صح ولا غلط، وأحاول أطور من نفسي. مفيش حد فينا صح 100%. إحنا بنتخانق وهما بيتفرجوا علينا، واللي بيحصل دوت مصلحة ليهم هما. والمشكلة الأكبر إن إحنا طالعين بنشتم بعض. يعني كله بيشتم التاني وكله بيخون التاني. طب ما ينفعش حتى ننتقد بأسلوب أفضل من كده؟ كله بيشتم في بعضه. ده برضو مش صح. أنا عارف إن في غيرة على البلد، وفي غيرة على معتقلاتنا ونسائنا اللي في السجون، الرجال والنساء اللي في السجون. بس برضو إحنا لازم نتكلم بأسلوب شوية في احترام، عشان عشان نوصل لنتيجة صح. وعشان نوصل للموضوع دوت لازم نعرف إن إحنا كلنا بنكمل بعض. وفي ناس مؤهلة لحاجات معينة، وفي ناس مش مؤهلة لحاجات معينة. بس بلاش التخوين. يعني أي حد بيخون حد لازم يكون عنده دليل. يعني لو الأستاذة ريم بتخون خالد السرتي، أو خالد السرتي بيخون حد تاني، لازم يكون في دليل. ما ينفعش أطلع أقول أنت خاين، أنت عميل، أنت. ما ينفعش الكلام ده. لازم يكون في دليل. بس أنا ممكن أبدي رأيي، والله موضوع كذا ما ينفعش، موضوع ثورة المفاصل ممكن نعدل فيه، ممكن نعمل فيه حاجة. موضوع إن إحنا نطلع عشوائي ما ينفعش. في حاجات معينة لازم نتكلم فيها، بس نتكلم فيها بانتقاد كويس علشان نوصل لنتيجة أفضل من اللي إحنا فيه ده. اللي إحنا فيه دوت إحنا مجرد إن إحنا بنتخانق مع بعض. في بقى بعض الأشخاص أنا هسميهم، ويا ريت ياخدوا كلامي بسعة صدر. محمد علي أنا مش عارف أفهمه كويس. يعني في كذا تعليق لمحمد علي أنا مش فاهمه. هو لما بيقول اللغة العربية مش لغتنا، أمال أنت بتتكلم إيه يا محمد؟ اللي انت بتتكلم بيه ده لغة عربية عامية، او لهجة
أو لغة عربية بلهجة مصرية، زي ما الخليجي بيتكلم لغة عربية بلهجة معينة. للأسف قبل كده استهزأ بالمقاومة، وده خسره ناس كتير. الأمور ما بتتاخدش يا محمد بمين أقوى من مين ومين أضعف من مين. الأمور ما بتتاخدش بكده. الأمور بتتاخد إن دي ناس محبوسة من سنين، من 2006. ليه؟ عشان انتخبوا أو مارسوا الديمقراطية اللي بتمارسها علينا الدول الغربية. الناس دي ليها معتقلين في السجون وعايزين يخرجوهم. اه طبعا هو مفيش مقاومة، وان انا اقارن ما بين المقاومة وما بين الجيش الكيان، طبعا مفيش مقارنة. بس دي في الاول وفي الاخر اسمها مقاومة. والمقاومة دي اللي حصل في 7 اكتوبر اللي خلت كل او عدد كبير جدا من الدول في العالم تعترف اصلا باسرائيل تعترف اصلا بفلسطين اللي هي اصلا ما كانش معترف بيها. كشفت العالم كله على حقيقته. مش هنتكلم في الموضوع دوت كتير لان في ناس كتير اتكلمت في الموضوع دوت، فانا مش هرغي فيه كتير يعني. انت عايز نبقى زي الغرب؟ جميل. ناخد من الغرب اللي يناسبنا. ناخد من الغرب التكنولوجيا، التقدم، ال ال ان انا اشتغل بجدية، الجدية في العمل. كل ده شيء جميل اخده من الغرب، لكن مش هاخد منه كل حاجة. مش هاخد منه شرب الخمور، المخدرات، التفكك الأسري، ده انا مش هاخده. هما الحاجة الوحيدة اللي بتربطهم في الغرب هي المصلحة، ان في فلوس وفي حياة بس. لو الدول دي افتقرت خلاص، مفيش أي حاجة هتجمعهم. لا في أسرة تجمعهم، ولا في دين، ولا في أخلاق، ولا في أي حاجة خالص. كل حاجة سقطت عندهم. فتخلي بالك من النقطة دي وتفهم الناس أنت عايزنا نبقى زي الغرب إزاي. إحنا مسلمين. إحنا في مصر مسلمين ومحافظين. فالإسلام جزء مننا، جزء من كلامنا. حتى لو الإنسان اللي قدامك مش متدين، هو هيقولك إن شاء الله وبإذن الله. حتى المسيحي في مصر غير المسيح في الغرب. المسيحيين في مصر متدينين عن المسيحيين في الغرب. بغض النظر انت تتفق او تختلف، بس المسيحيين في الشرق عامة متدينين ومحافظين اكتر من مسيحيين الغرب. وخد بالك من حاجة مهمة جدا. اي انتصار للمسلمين في اي معركة هو انتصار على السيسي. يعني لو بتوع غزة دولت يهود او ملهمش دين اصلا وبيحاربوا الكيان، انت من مصلحتك ان انت تدعمهم، لأن هم على الحدود وهم خط الدفاع الأول ليك. ما بالك بقى الناس مشتركة معاك في الدين وفي اللغة وفي العرق. يا جماعة الناس في غزة عائلاتهم كلها مصريين، كلهم مصريين لو هنتكلم يعني في العرق. فأنت لو بتفهم في السياسة صح، المفروض أنت تدعم المقاومة عشان هي بتحارب عدوك. وأنت برضو كسياسي، أي دولة بتقفل على نفسها بتنهار. أي دولة بتفكر في نفسها بتنهار. وأي دولة بالعكس، العكس صحيح. أي دولة بتتمدد وبيبقى ليها أذرع هنا وهنا وبتحاول يبقى ليها نفوذ، هي دي اللي بتكبر وبعد كده بتبقى إمبراطوريات. بالنسبة للناس اللي في المعتقلات، سواء اللي اتمسكوا في 12/7 أو غيرهم، إحنا إن شاء الله هنخرجهم. ودي مسؤوليتنا إحنا مش هنجيب حد من بره. الناس القادة وستاتنا وإخواتنا اللي في السجون، مفيش حد هيخرجهم غيرنا. عبء علينا إن إحنا لازم نعمل كده. فمفيش حد هيعمل كده غيرنا. ولازم نعرف إن لازم هيكون في تمن، والتمن اللي أنت هتدفعه النهاردة هيكون أفضل من اللي أنت هتدفعه بكرة. والتمن اللي أنت هتدفعه بكرة هيبقى أفضل من التمن اللي أنت هتدفعه بعد بكرة أو بعد سنين. كل مدى والتمن فاتورته أو فاتورة الحرية بتعلى. وإن شاء الله لما يكون في توازن للرعب، زي ما بيقول الأستاذ خالد السرتي، زي ما حصل في 2015، الناس هتبتدي تخرج. وزي ما حصل في جزيرة الوراق. وده إن شاء الله اللي إحنا هنبتدي نعول عليه أو نبتدي نتكلم عليه في القناة دي. إن إحنا ننتقل من مرحلة الثورية لمرحلة المقاومة. إحنا إزاي نقاوم اللي إحنا فيه ده. وده سهل جدا وهنعرف إزاي نتكلم فيه إن شاء الله في القناة دي. أستاذ جاسر أنور قال إن الموضوع صعب، صعب إنه يتحقق. خلاص يا جماعة، صعب إنه يتحقق. الموضوع بقى صعب.
فليه بتصعبها علينا يا أستاذ جاسر؟ تعالى نقسم الأدوار. نقول مثلا أستاذ جاسر هيطلع ويقول لنا على الأخبار ويقول لنا إيجابيات وسلبيات النظام، يعني يركز على الحاجات دي. مثلا قناة مكملين هتعمل نفس الدور. آه بعض اليوتيوبرز، وانا على فكرة مش يوتيوبر ولا حاجة، انا مجرد ان انا بشوف وسيلة عشان نعرف نتكلم مع بعضينا فيها او نجمع بعضينا فيها، هيركزوا في الموضوع ده، موضوع ان هو بيبين لنا الاخطاء. بس انا شخصيا انا مش هتكلم في الكلام ده، لان خلاص احنا عرفنا ان السيسي وحش وهو نظام وهو راجل خاين وعميل وخلاص. كل حاجة بيعملها خيانة، مش غلط، خيانة. انا هركز في حاجة واحدة بس، ازاي احنا ازاي نقاوم الخيانة دي. استاذ عبد الرحمن مطر اول ما خلص 12/7 طلع كام فيديو ويقول شفتوا احنا ما نزلناش ليه؟ علشان الناس اتمسكت في السجون، علشان اللي كانوا بيحركوا الشعب هم دلوقتي في السجون، عشان القادة في السجون. طب ما احنا عارفين الكلام ده. طب وسيادتك لما انت كنت عارف الكلام ده قلت ليه ننزل في 12/7؟ قلت ليه الناس ينزلوا في 12/7؟ يعني انا كنت مأيد 12/7، طبعا القناة اتحذفت باللي فيها. انا كنت مأيد 12/7، لكن سيادتك ليه قلت لنا انزلوا ادم مفيش قاضي على الارض؟ بس طبعا استاذ عبد الرحمن مطر من ضمن الناس اللي انا شخصيا بشوفها وبشوف الفيديوهات بتاعتها، وفيديوهات جميلة وكويسة توعية. بس برضه احنا لازم نركز احنا ازاي نخلص من النظام ده اكتر من اي حاجة. نيجي بقى للي انا هسميه ترامب المعارضة المصرية، استاذ خالد السرتي او الباشمهندس خالد السرتي. هسمي حضرتك استاذ مرة وباشمهندس مرة. بصراحة انا بتابع استاذ خالد السرتي وبسمعه، بس اكتر فيديو ما كنتش عايز اسمعه لاستاذ خالد السرتي يوم الجمعة 12/7، لما الناس ما نزلتش او لما نزل عدد قليل واتمسك. انا مش عارف ليه يا استاذ خالد انت بتشتم، يعني انت فيك حته تخوين وشتيمه. اولا انت علشان تخون لازم يكون معاك دليل، لإما ما ينفعش انت تخون حد. ثانيا الشتيمه لا هتودي ولا هتجيب، مش هتعمل حاجه. فيا ريت حضرتك بدل ما تشتم او تخون تطلع بدليل، تقول والله انت خاين علشان كذا، او انت مش محترم عشان كذا. يا ريت يا استاذ خالد توفر شتيمتك للناس اللي تستاهلها. حتى في موضوع اختراق الشاشة اللي حصلت في فيصل، طلع قال الرسالة وصلت، على اساس مثلا ان هما مخابرات او مثلا ناس في الجيش او ايا كان. طيب فلنفرض ان الموضوع دوت من المخابرات او من الجيش وبيبعتوا لنا رسالة، طب واحنا ليه ما نستفدش بالموضوع ده؟ ما هو اتهزق، وهو اكتر مهزق، هو اصلا مهزق السيسي. طب واحنا ليه ما نستفدش بحاجة زي كده؟ مش لازم كل حاجة فيها مؤامرة. على فكرة ممكن يكون واحد بسيط جدا اتعلم ازاي ان هو يعمل هاكينج للشاشة او ايا كان واخترق الموضوع وخلاص. صاحب دعوات 12/7 ممكن يكون انسان عادي جدا ملوش دعوة بالمخابرات، ملوش دعوة بالجيش، ملوش دعوة بأي حد، قال الموضوع وخلاص، وقال الموضوع من قلبه والناس استجابت او انتشر الموضوع، ما فيهاش اي مشكلة خالص. وممكن يكون العكس. طب ايا كان، سواء الكلام دوت من الشعب واحد من الشعب او العكس، فاحنا الاتنين بنتفق ان السيسي لازم يمشي، ده نظام خاين ولازم يمشي. اصل اكيد في ناس محترمة في الجيش والشرطة، اكيد. وفي اكتر من 5000 ضابط مسجونين في السجون في المعتقلات المصرية علشان رفضوا الانقلاب. وما قنصوا عنا ببعيد وسامع عنان ببعيد. فما ينفعش ان احنا نخون الناس ونشتم الناس. لو اي حد هيساعدنا كتر خيره. امريكا اللاتينية كلها مسيحيين تقريبا، واول الناس قطعت العلاقة مع اسرائيل واعترفت بدولة فلسطين هم كانوا مسيحيين. نقول بقى ان دول مؤامرة او نقول الناس دي مش هتغير حاجة على الارض. هي فعلا مش هتغير حاجة على الارض في مصر او في غزة، بس ده شيء كويس، ده شيء ايجابي. فلما لقوا واحد يهودي في نيويورك
طالع بيتظاهر علشان خاطر اخواتنا في غزة، كتر خيره، كويس مش وحش. وبعدين انا نفسي يا استاذ خالد تبقى مور فلكس، تبقى مرن شوية بعد اذنك. ثورة المفاصل انا بدعمها، انا بدعم ثورة المفاصل، بس الراجل الضابط بتاع الخط الفاصل لما طلع، المقنع الضابط لما طلع قال لحضرتك في ثغرات، موضوع ان انت تجمع وترجع وتجمع ده مش هيحصل مع ناس مدنيين. الناس دي عايزة تنزل علشان يبقى في أعداد. أيا كان حضرتك متفق أو مختلف، على فكرة أنا متفق مع النقطة دي، بس أنا برضو بقول إن لازم حد يحرك الناس دي تحت في الشارع، أيا كان بقى هو إيه، حزب، عمل سري، مجموعات سرية، أيا كان، بس لازم حد يحركها في الشارع. فهو الراجل قال لك إن أنت تجمع وتفرق، تجمع وتفرق، دي فكرة مش هتنفع مع ناس مدنيين غير مدربين غير مؤهلين للموضوع ده. وانا بضيف حاجة تانية، ان انت لما تجمع او تعمل موضوع قياس جاهزية، هو النظام برضو مش قاعد، ده النظام والامن الداخلي والخارجي والمخابرات والامن القومي وكل مخبر كل شارع فيه مخبر. لما تقول قياس جاهزية هيرصدوا الناس اللي نزلت، مين نزل ومين ما نزلش، فالناس دي هتتعرف. فاوعى تفتكر يا استاذ خالد لما انت بتقول قياس جاهزية وهنعمل كذا وكذا النظام مش واخد باله، لا النظام قاعد وبيخطط وبيشوف البدائل، وازاي هيعمل كاونتر عليك، ازاي هيعمل كاونتر اتاك عليك، ازاي نعمل هجوم مضاد على الهجوم اللي انت بتعمله. ما هي حرب ومعادلة صفرية، لا احنا لا هم. فلما تقول اجمع، يلا ننزل نجمع، طب ما هو النظام هيبقى برضه واخد باله من النقطة دي وهيرصد الناس. طب نعمل الموضوع ده ازاي، او نعمل قياس جاهزية ازاي، دي بقى احنا بنتكلم فيها ونتناقش فيها. بس اللي انا بتكلم فيه ان حضرتك مش مرن. لو في الاخر برضو انا شفت الفيديو بتاع حضرتك قلت له والله لو حضرتك عايز تنزل وتعمل اعمل، ما احنا برضو لازم نكون مع بعض. احنا كلنا هدفنا حاجة واحدة، النظام ده يسقط، يسقط بثورة مفاصل، يسقط بثورة مضادة، يسقط من قلب الجيش، يسقط من اي حتة تانية، واحد يجي ويشيل وياخده، ايا كانت. بس احنا هدفنا حاجة واحدة، ان النظام يسقط. بس هي حاجة كده بيني وبين حضرتك، وطبعا الناس كلها سامعة، يا ريت حضرتك تبقى فلكسبل شوية، تبقى مرن شوية في قراراتك، وما تزعلش مني لما بسمي حضرتك ترامب المعارضة المصرية. في حاجة تانية عايز أقولها وريت تستحملوني. إيه موضوع السحر ده يا شعب مصر؟ السحر أنا بؤمن بيه لأنه موجود في القرآن، وأؤمن بالحسد موجود في القرآن. كل ده حاجات موجودة في القرآن، أنا لا ما أقدرش إن أنا أنكرها. بس هو إحنا هنعلق أخطائنا وتأخرنا وتخاذلنا على السحر؟ يعني أنا كل حاجة أقول السنة مسحور مش هقدر أعمل حاجة؟ طب هو يعني السيسي ده سحر الناس كلها وما سحرناش إحنا مثلا؟ سحر شعب مصر وما قدرش يسحر أهلنا في غزة، مع إنهم برضو بيدخل لهم الأكل والشرب عن طريق مصر، أو كان بيدخل لهم الأكل والشرب عن طريق مصر. ما سحروش ليه الناس دي؟ لما حصل أيام المغول، في ناس قالوا، حتى من ضمنهم ابن كثير، قالوا إن خلاص دي نهاية العالم، الموضوع انتهى. قطز ليه ما قالش دي نهاية العالم وعمل جيش وحرر ونزل واشتغل؟ ما نعلقش كل حاجة على السحر. القرآن مطلوب، الصلاة موجودة، الدعاء إلى الله، التقرب إلى الله، نشغل قرآن زي ما قال الضابط المقنع، ده شيء جميل جدا. بس مش كل حاجة هنقول ده سحر، احنا مسحورين، مش هينفع، مش هنتحرك. معظم أي تغيير بيبدأ بقلة، بناس بسيطة، والقلة بتكتر مع الوقت. اللي نزلوا في 25 يناير كانوا ناس بسيطة، بعد كده ابتدت تكبر تكبر لغاية ما جه جمعة الغضب 25 يناير والناس كلها نزلت في الشارع بعد ما الشرطة انكسرت. العائق النفسي هو اللي ما بيننا وما بينهم حاليا، في عائق نفسي ما بيننا وما بين النصر، ان احنا خايفين. فاحنا لازم نكسر الخوف ده. الخوف شيء طبيعي،
بس أنا لازم أوظف الخوف ده لمصلحتي أنا. الخوف خليه حرص وليس جبن. هنتكلم في الكلام ده كتير إن شاء الله بإذن الله، وفي فيديوهات كتير هتنزل إزاي إن أنا أأهل نفسي كفرد الأول إن أنا أبقى سوي. لازم نتعلم من الماضي بس نشوف أسلوب جديد للمستقبل. وده إن شاء الله اللي إحنا هنعمله في القناة دي بإذن الله. إن شاء الله هنزل فيديوهات دفاع عن النفس، وهنزل فيديوهات إزاي تعد نفسك كفرد لأي ثورة، وهنزل فيديوهات إن شاء الله إزاي نقاوم الظلم. بعد إذنكم تشترك في القناة، ده حاجة كويسة، شكرا، عشان نعرف نجمع نفسينا وعلشان الفيديوهات توصل لأكتر عدد. بس الأهم من كده إن حضراتكم تشتركوا في التيك توك ومنصة إكس أو تويتر سابقا والفيسبوك، عشان لو حصل قفل للقناة دي تاني نعرف نجمع نفسينا، وأقول لكم على القناة البديلة بإذن الله إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا يسترنا بإذن الله. خلوا بالكم من بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.